بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحذر ثم الحذر ثم الحذر. شوفني أقول لك 3 مرات إنك تسوي زي الفعل أو الطريقة اللي قبل شوي، تطرق الفيش على الجدار بقوة بهذه الطريقة، لأنه أنت ما وصلت لمرحلة إنك تضرب الفيش على الجدار إلا إن الفيش ما يدخل بشكل كويس، يعني يكون في فراغ بين القابس والفيش. هو فعلا ممكن أنت مع الطرق ممكن راح يصل التيار معك، أوكي، وتظن إن أمورك تمام أو سليمة يعني. وهذه الطريقة جدا 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 خطيرة لأنه راح ينتج عن الفعل هذا القوس الكهربائي. ما هو القوس الكهربائي؟ تعال أشرح لك. القوس الكهربائي هو عبارة عن انتقال التيار بين الطرفين بدون وجود أي وسيط، يعني من خلال الفراغ. أبسط لكم طريقة أخرى، تفضلوا. تمام، لنفرض ان هذا الفيش، تمام، وهذا القابس، الفيش الجدار يعني نسميه بالعامية، تمام. طبعا هنا المصدر، اوكي، راح يكون خارج من الجدار. طبعا بسبب عطل في الفيش او عطل في القابس الجداري ما ركب الفيش بشكل كويس، لكن الكهرباء انتقلت. كيف انتقلت الكهرباء؟ تمام، انتقلت عن طريق بلا وسيط، تمام، يكون ايش؟ عن طريق الهواء بلا وسيط، يعني تكون تنتقل بين الطرفين عن طريق الهواء، تمام. وهذه الطريقة جدا 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 خطيرة، والنتيجة من القوس الكهربائي انه راح يرفع درجة الحرارة سواء من المصدر او في المستقبل. راح يرتفع درجة الحرارة في واحد منهم ويبدأ بالاشتعال كحريق تدريجي، يعني تدريجي. ممكن بعد ما تسوي الطريقة هذه بعدها بساعة، ساعتين، 10 ساعات، 15 ساعة، بسبب القوس الكهربائي راح ترتفع درجة الحرارة ويحدث اشتعال عندك. سائلنا مولى السلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.